بعد الفوز على ريال مايوركا 2-1 رح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوء ثلاث لاعبين من ريال مدريد. اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه تعالوا نحكي على سريع مستوى اللاعبين. نبدا بتيبو كورتوا. نعم استقبل هدف ولكن بنفس الوقت انقذ ريال مدريد من هدف محقق لمايوركا وانفراد صريح. سينسيو قدم مباراه جدا ممتازه، استرجع اكثر من كره وبسرعته شال اكثر من فرصه خطيره لمايوركا. خاكبو رامون صاحب هدف الفوز لريال مدريد، اخر شخص كنا بنتوقع انه يسجل هدف في هذه المباراه. بصراحه اللاعب بكل مره كان يشارك فيها مع ريال مدريد يقدم مستوى كارثي، ولكن بهذه المباراه غير هذه النظره، قدم مستوى دفاع ممتاز، بالكره كان جيد وسجل هدف. فالفيردي قدم مباراه جدا ممتازه، ما كان بمثابه ظهير بصراحه، كان بكل مكان بالملعب ما شاء الله. بمرتدات مايوركا بنشوفه اول لاعب عم بيدافع، وبالهجوم حاول باكثر من لقطه وباكثر من تسديده، ولكن حارس مايوركا تعملق امامه. غارسيا لما بيشارك باللعب بيقدم مستوى ممتاز، هجوميا قدم اداء رائع بصراحه وصنع فرصتين وكان مساهم كبير بالهدف الثاني، ودفاعيا قطع اكثر من كوره. برايي سيبايوس يرام على لقطه هدف مايوركا، ولكن قدم مباراه جيده او افضل مباراه له تقريبا من بعد الاصابه، استرجع 12 كوره وكان ممتاز في توزيع اللعب والبناء. اتمنى لوكا مودريتش يجدد عقده موسم اخر، اللاعب لسه قادر على العطاء، بكل مره بيكون بالملعب بيكون هو الاكثر تاثير، قدم مباراه ممتازه جدا في توزيع اللعب وصناعه الفرص. بيلينغهام رغم انه خسر كثير صراعات الا انه قدم مباراه جدا ممتازه، من اكثر اللاعبين اللي كانت عم بتحاول بارضيه الملعب بصراحه، وصانع 5 فرص لوحده. يا ريت تم توظيف جولير بالكلاسيكو بنفس هذه الطريقه. جولير اليوم كان بالوسط، كان صانع لعب، كان جناح ايمن. جولير حاول باكثر من لقطه ولكن حارس مايوركا اتعملق امامه. جولير صانع 5 فرص لوحده. كيليان مبابي مستمر بالابداع ومباراه اكثر من رائعه. كيليان مبابي هو اكثر لاعب صنع فرص في المباراه كامله ب6 فرص، اكثر لاعب عمل مراوغات صحيحه وسجل هدف التعادل بعد مجهود فردي خارق. اندريك ضيع فرصه هدف محقق بطريقه جدا غريبه، انا بتمنى يروح اعاره هذا اللاعب، حاليا ما له اهميه بالفريق. انك تجيب راس حربي صريح، لاعب رقم 9 بمواصفات خوسيلو، قادر يساعدك اكثر من اندريك. غونزالو غارسيا نعم ضيع فرصه سهله، ولكن بتمنى هذا اللاعب ياخذ فرص اكثر، اللاعب مبدع كثير مع الكاستيا. كل شيء بيشير انه ريال مدريد عم بيقدم اغرب موسم في تاريخه. فيخو اللي صار له اكثر من 200 يوم ما شارك دقيقه مع ريال مدريد بينزل وبيصنع هدف. صدقا ما كان في لاعبين سيئين بريال مدريد، فقط اندريك برايي. اما بالنسبه للافضل بالمركز الثالث رح اختار مودريتش، الثاني جولير والاول مبابي.